الفيلم ديال اليوم كيبدا في مدرسه ابتدائيه. المعلمه كتقبل التلاميذ وكتسولهم على المهن ديال الاباء ديالهم. وحده فيهم قالت بلي باباها طبيب، والاخر قال بلي باباه كيسوق كاميو. ولكن ملي جات النوبه ديال ماكس قال لهم بلي المهنه ديال باه هي كذاب. من بعد هذا المشهد كنشوفوا ماكس جالس كيتسنى بابا فليتشر باش يجي. وعدو بلي غادي يجي مع 4، ولكن داز الوقت ل5 6 والو ما جاش. الام ديالو اودري عيات من هاد التصرفات، وصافي ملي فقدوا الامل انه ما غاديش يجي، فليتشر وصل في اخر لحظه وبدا كيعتذر. قال لهم بانه كان في اجتماع مهم مع المديره ديالو. ماكس اللي مسكين نيه وما كيعرف والو كيتيقوا دغيا وعنقوا. في هاد اللحظه كيبانوا بحال عائله طبيعيه، ولكن المفاجاه كانت ملي بان واحد الراجل اخر من اللور وبدا كيبوس في اودري قدام ماكس. هنا كيتضح لينا بلي فليتشر واودري مطلقين مش شحال هادي، ودابا اودري مصاحبه مع الدراج الجديد اللي سميتو جيري. فليتشر كيزورهم غير باش يبقى قريب من ولدو ماكس. من بعد الفيلم كيدينا للعالم ديال فليتشر اللي كيبان فيه بلي هو محامي عارف شغله مزيان، ولكن عنده عاده خايبه اللي هي كيكذب بزاف في قاعه المحاكمه وحتى في الحياه اليوميه ديالو مع ابسط الاسئله. فليتشر وعد ولدو بلي غيمشيو يشوفوا ماتش ديال المصارعه، ولكن بدل ما يوفي بالوعد ديالو دا معاه ماكس المكتب وقال ليه بلي عنده خدمه ضروريه. ماكس كان شاك بلي ما غاديش يشوف الماتش، ولكن قبل باش يمشي معاه غير باش يبقى مع الاب ديالو. فليتشر كان كيهضر مع زملاء العمل ديالو وكيصبغ فيهم بالكذوب. مثلا ملي شاف الزميله ديالو مصوبه شعرها بواحد الطريقه في شكل، كذب عليها وقال لها بلي جاها زوين بزاف. واحد الزميل اخر خدام معاه دبوز قال لي كيبان بحال الا ناقص في الوزن، وهادشي كذوب بطبيعه الحال. من بعد المساعده ديالو غريتا قالت ليه بسريه بلي عيد ميلاد ولدو غدا. فليتشر كان نسى وتصدم، ولكن غريتا هدناتو وقالت ليه بلي شرات ليه كادو باش يعطيه لماكس. المديره ديالو ميراندا واحد السيده عفريته وبغات حاجه وحده، علاقه مع فليتشر. كتوعدو بانه غادي يكون شريك في الشركه. هذيك الليله مع 12 الليل فليتشر عطى لماكس الكادو د عيد ميلاد ديالو، فازات ديال البيسبول. ولكن ماكس كان حزين حيت با ديما ما عندوش الوقت باش يلعب معاه. واخا هكاك فليتشر وعدو بلي غادي يجي للحفله د عيد ميلاد ديالو. الصباح زبونه جديده سميتها سامانتا وصلت للمكتب ديال فليتشر. كانت مرا طماعه وبغات تطلق راجلها وتاخذ ليه النص ديال الثروه ديالو. المشكله هي ان سامانتا كانت عندها علاقات مع رجال وحدين اخرين وبالعلالي، هادشي اللي كيخلي القضيه تكون صعيبه بزاف. ولكن فليتشر بالكذوب ديالو المعتاد هدناها وقال لها بلي تقدر تربح القضيه، واقترح عليها انها تطلب حق الحضانه ديال الاولاد باش تاخذ اكثر من 50% من الثروه ديال الراجل ديالها. سامانتا عجبها الحال وقبلت العرض. من بعد ما سال الاجتماع ميراندا جات عند فليتشر وبغات تبوسو. قالت ليه انه خاصو يجي عندها بالليل والاوراق ديالو باش يكون شريك غادي تكون واجده. الفيلم كيدوز لعيد ميلاد ديال ماكس اللي كان فيه مهرج كيضحك الناس وكيدير العروض. كلشي كان فرحان الا ماكس اللي كان حزين حيت باباه مازال ما جاش. اودري ملي شافت ولدها في هذه الحاله عيطات على فليتشر وقالت ليه بلي راه ولده محتاج ليه، ولكن فليتشر كان مشغول مع ميراندا وكذب عليها وقال لها بلي عنده بزاف ديال الخدمه وما يقدرش يجي. ملي جا الوقت ديال ان ماكس يطفي الشموع ديال الكيكه، وحيت عيا من الكذوب ديال باباه طلب واحد الامنيه ما كانش في البال. طلب ان فليتشر ما يقدرش يكذب مره اخرى، وحيت ماكس كان كيطلب هادشي بالنيه ديالو الامنيه ديالو تحققات. الصباح ملي فليتشر فاق مع ميراندا سولاتو كيفاش دوز الليله ديالو معها. جاوبها بصراحه وقال لها انه دوز ما احسن، هادشي اللي خلى ميراندا تعصب وجرات عليه من الدار. من بعد ملي خرج فليتشر من الدار تلاقى مع واحد البنت زوينه في لاسانسور، بداو كيهضروا والبنت قالت لي انها جديده في العماره والناس ظريفين معاها بزاف. فليتشر اللي ما كيقدرش يكذب قال لي هذاك الشيء اللي كيفكر فيها، قال لها بان الناس ظريفين معاها بسبب الصدر ديالها، وزيد على هادشي عبر على الرغبه ديالو باش يقيسهم. بطبيعه الحال البنت تعصبات وصرفقاتو. من بعد فليتشر مشى للمحكمه باش يدافع على سامانثا. بزاف ديال الناس جداد كانوا حاضرين، وهادشي كيبين ان القضيه كبيره شويه. راجل ساماندا ريتشارد والمحاميه ديالو جاو عند فليتشر وهدوه بانه غادي يخسر القضيه. المحاميه شرحت ليه انهم عندهم دليل كيبين ان سامانثا كانت عندها علاقات خارج الزواج، يعني ان القضيه غادي يربحوها. فليتشر حاول يتناقش معاهم ويخترع الكذوب ديالو بحال ديما، ولكن فشل المهمه. واخا كيحاول يكذب الهضره ما كتبغيش تخرج. شويه من بعد دخل القاضي والجو ولا متوتر. فليتشر اللي عارف انه ما بقاش قادر يربح هذه القضيه بلا كذوب طلب باش ياجلوا جلسه، ولكن القاضي رفض وقال لهم ان الجلسه غادي تبدا من هنا ساعه ونص. فليتشر رجع للمكتب ديالو باش يحاول يفهم شنو واقع عليه. كان حاير بزاف، ملي كيبغي يكذب كيقول الحقيقه اللي كاينه في راسو. من قبل كان كيسبغ الزملاء ديالو بالكذوب، ولكن اليوم ما قدرش وصدق كيستهزئ منهم. مثلا المراه اللي كان شعرها في شكل في الاول وقال لها بلي جا زوين، اليوم صدق قال لها بلي خاصها تحسنو كامل. وذاك الراجل الغليظ قال ليه بلي غادي تجي ازمه قلبيه الا بقى كياكل بزاف. من بعد فليتشر دخل المكتب ديالو وسد على راسو، هز ستيلو زرق وكان كيحاول يكذب ويقول انه احمر، ولكن الكلام ما كيخرجش. كان ديما كيقول الحقيقه باللي ستيلو زرق. فليتشر تذكر الوعد اللي عطى لماكس باش يجي يديه من المدرسه. دابا عيط لاودري وقال لها انه مشغول في الخدمه. هي جاوبته وقالت لي انها عارفه بلي ما غاديش يجي. سولته فين كان البارح وحاول يكذب ولكن ما قدرش، وقال لها الحقيقه باللي كان مع المديره ديالو. في هذه اللحظه هذه هرس التليفون ديالو بدا كيغوت حيت ما فهمش شنو واقع عليه. ماكس سول ماما واش هو ولد ماشي مزيان.
حيت ديما كيحاول يكون مع الاب ديالو، ولكن فليتشر ما كيعطيش له. وزيد على هادشي قال لي انه طلب واحد الامنيه البارح، طلب ان باباه يقول ديما الحقيقه، ولكن هو ما عارفش ان الامنيه تحققات. اودري حاولت تهدنه وقالت لي ان باه مشغول هاد الايام وبلي كلشي غادي يكون مزيان. في المشهد اللي من بعد فليتشر عاود عيط لاودري، قال لي هو كيقسم ليها ان شي حاجه غريبه واقعه عليه وانه ما كيقدرش يتحكم في راسو. ولكن اودري اللي كانت عيانه من الكذوب ديالو قالت لي ان غادي ترحل وغادي تمشي لباستن مع صاحبها وماكس. فليتشر خاف، قطع التليفون ومشى كيجري لضرب الطوموبيل، ولكن في طريقه وقفوا البوليسي حيت كان غادي بسرعه كبيره. حاول يكذب كالعاده ولكن ما قدرش، وقال الحقيقه بانه عمره ما خلص الغرامات اللي كتعطى ليه. البوليسي قال ليه بلي خاصو يخلص $1600 ديال الغرامات اللي تجمعوا عليه هاد 20 عام، وحيت ما كانوش عنده الفلوس عيط على اودري باش تعاونو. ملي وصلات وخرجته من هذا المشكل طلب منها انها تجلس في هذه المدينه حيت ما يمكنش يعيش بلا ولده. اودري وافقت، ولكن قالت ليه الا ما مشاش عند ماكس في العشيه غادي تمشي لباستن في الصباح. وزيد على هذا الشيء قالت لي ان ماكس كيحماق عليه. والبارح الامنيه اللي طلب هي ان فليتشر ما يبقاش يقدر يكذب. ملي سمع هادشي فليتشر تصدم وعرف علاش ما بقاش قادر يكذب. بلا ما يضيع الوقت مشى للمدرسه ديال ولده وخرجوا من القسم، شدو شرى ليه كيكه وطلب منه يطلب عكس الامنيه ديال البارح. ماكس دارها بلا ما يسول، ولكن قال لي انها ما غاديش تحقق. وزيد على هادشي قال لي ان الامنيه ديال البارح كانت من القلب حيت كان باغي باباه ما يبقاش يكذب، ولكن اليوم ما قدرش يطلب نفس الشيء. فليتشر تحبط ورجع للمكتب ديالو وعاود المساعده ديالو غريت على كل شيء اللي وقع ليه. سحب ليها غير كيضحك معاه وقررت انها تختبره. مع الاسف فليتشر اللي ما كيقدرش يكذب دابا قال ليها نكته وجرحاتها بزاف. هادشي خلاها تغضب وتخرج من المكتب ديالو. المشاكل ديال فليتشر زادت من بعد ما ميراندا سمعت المحادثه وعرفت الحاله ديالو كيفاش دايره. باش تحطو في موقف صعيب خداتو معاها القاعه ديال الاجتماعات فين كاينين مسؤولين كبار دايرين اجتماع. ميراندا عارفه فليتشر بلي غادي يستهزئ بهم وهادشي اللي وقع فعلا. فليتشر هاجم المدير العام وقال لي ان ريحته ديما خايبه، وزاد قال لي بلي هو دبوز وحلو. هادشي اللي خلى القاعه تسكت واحد شويه، ولكن من بعد الناس بداو كيضحكوا. المفاجاه كانت ان المدير العام لقى النكته كتضحك وشكر فليتشر حيت صحاب ليه كيضحك معاه، ولكن هو كان كيقول الحقيقه. في المشهد اللي جاي المحكمه رجعات باش تكمل المحاكمه وكل شيء جلس بلاصتو. اول وحده بدات هي المحاميه ديال ريتشارد، جابت معاها فيديوهات كدليل وتلقاتهم. كل شيء تصدم من داكشي اللي شافو. كان تسجيل صوتي اخر ديال سامانثا وهي كدير علاقه مع العشيق ديالها. فليتشر حاول يوجه داكشي بالطريقه المعتاده ديالو واللي هي الكذوب، ولكن الامور دابا معقده حيت ما بقاش قادر يكذب. ملي ما لقى حتى حل شرب الماء بزاف وطلب وقت باش يمشي للطواليت. تما جات واحد الفكره غريبه وبدا كيضرب راسو. شويه من بعد جابوه للقاعه مكرفس وواكل العصا. دار هادشي باش يبين بحال الا شي واحد تعدى عليه، ولكن ملي القاضي سولو واش يقدر يكمل المحاكمه فليتشر جاوبو بكل صراحه حيت ما يقدرش يكذب وقال ليه يقدر يكمل. هاد الصراحه عجبت القاضي وبدا كيصفق لفليتشر على العزيمه ديالو. كمكافاه قرر يوقف المحاكمه ل 15 دقيقه. في هذه الاستراحه فليتشر عيط لولده وقال لي بلي غادي يجي عنده بالليل. قال لي بانه كيهمو الامر ديالو. من بعد ما هضروا فليتشر حس بالنشاط وبقوه جديده وهو غادي يدخل المحكمه. تلاقى مع سامانثا والعشيق ديالها كينيث، هضروا شويه وقرروا يستعملوا كينيث كشاهد باش يوضح الامور. من بعد ما رجعت المحاكمه ووقت فليتشر وصل طلب كينيث يكون الشاهد الاول ديالو، ولكن حيت ما يقدرش يكذب بدا كيسولو اسئله غريبه وزادت الامور تعقدات. ملي كينيث ما بقاش قادر يتحمل تعصب وقال باللي فعلا كان على علاقه مع سامانثا. الاعتراف ديالو فاجئ القاعه كلها والقاضي قرر يحكم لصالح ريتشارد، ولكن المفاجاه كانت ملي فليتشر رجع لبلاصتو وحنا راسو شاف واحد الوثيقه. هاد الوثيقه فيها كل المعلومات الشخصيه ديال سامانثا من بينها العمر، الوزن وحتى لون البشره ديالها. فليتشر بحكم بانه محامي ذكي لقى بان سامانثا نقصات من العمر ديالها الحقيقي. ملي تزوجات كان عندها غير 17 عام، يعني كانت قاصر. في ولايه كاليفورنيا القاصر ما يقدرش يوقع على اي وثيقه قانونيه حتى العقد ديال الزواج. هذه المعلومه معناها ان ريتشارد دخل في القوانين ملي تزوج بها، وهذا الشيء اللي صدم الجميع. القاضي قلب الحكم لصالح سامانثا ضد جميع التوقعات. سامانثا ربحت القضيه واخذت 50% من الثروه ديال ريتشارد. هذا الشيء فرح فليتشر والفريق ديالو حيت ربحوا قضيه صعيبه بزاف في ظروف ما متوقعاش، ولكن سامانثا اللي كانت طماعه في الفلوس مازال ما سالاتش. كما قال لها فليتشر من قبل الا طلبت الوصايه على الولاد ديالها غادي يزيدوها في الفلوس. مع الاسف ريتشارد القاضي وافق على الطلب وطلب منه يعطي 75% من الثروه ديالو. ريتشارد بدا كيبكي وكيترجع وقال بلي ما يقدرش يعيش بلا ولادو، ولكن القرار ما تغيرش. فليتشر شاف هذا الموقف وتاثر بزاف، فهم المعنى الحقيقي ديال الابوه. ندم انه ما كانش قريب حياته كامله من ولده، الولد اللي ديما كان كيتمنى انه يكون مع الاب ديالو. فليتشر عطى وعد انه عمره ما غادي يغفل على ماكس مره اخرى. حاول يتوسل للقاضي باش يرجع الاولاد لريتشارد وقال لي انه هو اللي خلق النظام وقال بزاف ديال الاكاذيب. مع الاسف القاضي لقى هذا الشيء اهانه وداو للحبس. عند البوليس فليتشر عيط لاودري باش تخلص الكفاله، ولكن عاتبته حيت ما وفاش بالوعد ديالو وما جاش عند ماكس. اودري قالت لي انهم في طريقهم للمطار وقطعت عليه.
الخبر صدم فليتشر وفقد الامل، ولكن هو كيتسنى عند البوليس جا شي واحد وخلص عليه الكفاله. كانت المساعده ديالو غريتا شجعته باش يمشي عند ولده وقالت ليه يا دابا يا بلاش. فليتشر خرج بالزربه وركب في الطوموبيل ديالو وشد الطريق للمطار. مع الاسف ملي وصل لقى الركاب طلعوا للطياره وكانت قريب غادي تقلع. فليتشر اللي فقد الامل شد الطوموبيل اللي فيها السلم المتحرك وتبع الطياره، رمى الصباط ديالو على الطياره وهذا الشيء اللي خلى البيلوت يوقف الاقلاع. الخطه نجحات، الطياره توقفات، ولكن فليتشر فقد التوازن وطاح. من بعد ملي كانوا كيهزوه جا عنده ماكس وهو فرحان، هضروا شويه وفليتشر بعينيه مدمعين، وعد ولده انه غادي يكون ديما معاه. ملي شافوهم مع بعضياتهم جيري اودري قرروا يلغيو الرحله ديالهم وما يسافروش لباستن. عام من بعد رجعنا نشوفوا اودري وفليتشر مع بعضياتهم، كانوا كيحتفلوا بعيد ميلاد ولدهم. كما دار من قبل ماكس غمض عينيه وطلب امنيه، منين حلهم شاف والديه كيبوسوا بعضياتهم. فليتشر سولو واش طلب انهم يرجعوا مع بعضياتهم، ولكن ماكس جاوبه وقال ليه بلي طلب غير زلاجات. الفيلم كيسالي هنا كلشي ضحك وناشط وجيري ما كاينش في الصوره. وهنا كيسالي الفيديو ديالنا. الى عجبكم الفيلم ما تنساوش ديروا لايك، تكومونتيو، شير، ونشوفوا في الفيديو المقبل ان شاء الله.